يشاركونا هذا المهرجان الكبير. لكن نرجع بقى للقاء. اللقاء حلو، اللقاء ممتع، لكن حارس المرمى لعبها ناحيه الشمال عند فتح الطير، مشوار لفتح، لكن لعبه ياخدها الكفافي. الكفافي لاعب مميز، لاعب عنده امكانيات، لكن والله فتح الطير دخل في الزحمه، خدها الزعانينو. الزعانينو طبعا التغيير الاول لفريق اسماك التوبه في هذا اللقاء. الزعانينو طبعا نزل مكان علاء سالم. طه الحسيني ناحيه اليمين، طه الحسيني تصويبه من بعيده، لكن بعيده تماما عن الثلاث خشبات، تطلع خارج الملعب، ضربه مرمى. فتح الطير ناحيه الشمال، طبعا كره القدم الساحره المستديره، ناقصنا ولا متعه، هي الاهداف متعه كره القدم اللي غايبه عن هذا اللقاء، لكن توصل على طول عند مين؟ عند البشله. شايف المرعي خارج ارض الملعب، افضل لاعب في هذه البطوله، وايضا الاهداف يعني كان ناشئين الاسماعيلي، لكن يعني في كلام اللي هو ينتقل وهيمضي لدمياط. طبعا خلاص عدى مرحله الناشئين، لكن مره ثانيه توصل عند محمد شوقي. محمد شوقي ناحيه اليمين يلعبها مره ثانيه، لكن محمد شرف لاعب كبير، محمد شرف لاعب كره قدم، دماغه كلها كره والله هذا اللاعب، لكن طبعا ما بيتمرنش. هذا اللاعب بيلعب مع الجماليه، لكن بعيد تماما طبعا عن التمرينات وبعيد عن الفريق. محمد شرف لاعب عنده كره، لاعب كبير، لكن ضربه مرمى. التعادل السلبي، المباراه حلوه لكن غايب الاهداف عن هذا اللقاء، وتنشر بلاي، لعبه خطر على محمود الكفافي. ايضا البلاي ميكر او صانع الالعاب في فريق الجماليه هذا اللاعب محمود الكفافي. مره ثالثه تلعب، لكن شرف ياخدها كريم البنس. كريم البنس ايضا لاعب الجماليه، يعني اغلب اللاعبين في فريق في داخل الملعب بيلعبوا في الجماليه. الزعلانين عدى، لكن تاكلينج والله من فتح الطير وتطلع خارج الملعب تمس. الزعلانين يرجع للخلف عند اسلام العزازي، اسلام يلعبها عند اللاعب طه الحسيني، لكن فاول، ضربه حره على حدود وسط الملعب من ناحيه اليمين. واقع اللاعب طه الحسيني لاعب فريق المطريه، ايضا طه الحسيني، واللاعب اسلام العزازي لاعب الجماليه، يعني كل هؤلاء اللاعبين داخل ارض الملعب ما بين الدرجه الرابعه والدرجه الثالثه. طبعا والكابتن بنرحب بالكابتن ياسر عبوده هداف الجماليه في الدرجه الثالثه، يعني من الهدافين اللي جت على تاريخ الجماليه. محمد شرف عدى لكن خد فاول مره اخرى. شايف بنرحب بالكابتن سعد راشد حارس المرمى الكبير، لكن ضربه حره، ضربه حره على حدود وسط الملعب، لكن في لاعب واقع داخل ارض الملعب. نتمنى السلامه. لسه اللقاء لحد الان رغم ان هو لقاء كبير، لكن غايب متعه الاهداف. لقاء لسه لحد الان لا يليق بالمباراه النهائيه، لا يليق بالنهائي الكبير اللي معمول على ملعب مدريد. يعني شفنا المباراه الافتتاحيه وشفنا الجمهور الغفير، الجمهور الكبير، جمهور اسماك التوبه وجمهور المنزله، وايضا حزب مستقبل وطن الراعي الرسمي لهذه البطوله. طه الحسيني يلعبها هنا بقى، الزعلانين عمل محط راح لجاب الخلفي، تصويبه من فتح الطير او من اللاعب طه الحسيني عفوا، لكن الطير ناحيه الشمال. المره الثانيه كريم يوسف او كريم البنس يلعبها ناحيه اليمين عند محمد شوقي، عايز يعدي كده وسط على نفسه، تصويبه لكن صدها العوجه، صدها والله محمد الود بالعوجه احلى ولا، لكن هنا بقى الزعلانين، لكن ابراهيم زكي توصل كره حيره كده في وسط الملعب، لكن ضربه حره تتلعب على طول عند محمد شوقي ناحيه اليمين، تطول منه وتطلع خارج الملعب تمس. شرف عند اسلام يلعبها، الزعلانين بيلموا بيعدي بمره عاليه من واحد والثاني وواقع كده، لكن حكم اللقاء جنب اللعبه، حكم اللقاء الكابتن منصور راشد، بقول لحضراتكم يعني حكم كبير منصور راشد، لكن ضربه مرمى. فتح الطير يلعبها في وسط الملعب عند كريم، كريم من لمسه واحده عند ابراهيم زكي، كريم مره ثانيه هات وخد، لكن خارج الملعب، خارج الملعب تماس من ناحيه الشمال. كل المعلقين تقول لك هات وخد، لكن انا بقول خد وهات، وهي بالفعل كده بتديله وبتاخد منه تاني، لكن مره ثانيه طه الحسيني يقف على كرة، يرجع للخلف في مكان خطير. طه الحسيني شرف يلعبها بوش القدم الخارجي عند الكفاف، الكفاف العرضيه، لكن والله عايز يصوت من مكان والله يعني خطير الكفافي، لكن تطلع
وبقول لحضراتكم كده كت تاني مرة شفنا الفرقتين دول في المباراة الافتتاحية وبنشوفهم ايضا في المباراة النهائية. كريم يوزع شوقي بالراس لكن خارج الملعب، تماس من ناحية الشمال، الزعلينو على التنفيذ. الزعلينو يلعبها عند كيفو، الكفافي مرة تانية عند طه الحسيني، الكفافي بيلم كورته ويوسع لنفسه كده، خدها الزعلينو اتضغط عليه لكن جابها مرة تانية لكن وسط 3 لاعبين وتطلع تماس من ناحية اليمين. فتح الطير عند مرعي، قلت لحضراتكم افضل لاعب في هذه البطولة وهذا اللاعب اللي قدام حضراتكم مرعي. فتح الطير بوش القدم لكن طويلة، ما يلحقش مرعي، تطلع خارج الملعب، تماس من ناحية الشمال اسلام العزازي. لكن تماس مرة اخرى، لكن المرة دي لفريق الحديدي، مرعي بيعدي ومعاه اسلام العزازي لكن خدها لكن فاول كده. هنا بقى حكم اللقاء طبعا اسلام العزازي بيقول والله ما عملت له حاجه يا كابتن، لكن هنا بقى منصور راشد بيقول له فاول وضربه حره لفريق الحديد على التنفيذ. اللاعب مرعي شايف حائط بشري من لاعب وحيد وهو الكفافي، مرعي يلعب على القادمون من الخلف لكن والله جنب القائم، بجوار القائم الايمن لحارس المرمى محمد القد العوجه. ضربة مرمى اسلام العزاز الطولية امامية في العمق، الزعلينو على صدره يا سلام بمهارة عالية لكن توصل عند مرعي يعلي. هنا بقى طه الحسين عند شرف حط الكرة تحت رجله، يلعبها ناحية الشمال عند الزعلينو، يلا يا راجل مرة تانية عند مين، يا سلام لسه بقول عند مين وهي راحة، والله يعني شكلها كده بالوش القدم الخارجي من طه الحسيني لكن تعدي وتفوت بجوار القائم وتطلع ضربة مرمى. كرة سريعة وهجمة سريعة لكن في الاخير تطلع ضربة تماس مرة اخرى من ناحية الشمال لفريق الحديدي. شايف واقع لاعب داخل ارض الملعب، اعتقد ممكن يكون الكفافي اللي واقع داخل ارض الملعب. لاعب الكفافي طبعا كان عنده لقاء بالامس مع فريق الجمالية امام بريمبال على ملعب مدينة النصر طبعا، لكن خرج اللقاء بالتعادل السلبي بدون اهداف، رغم ان الجمالية ماسكة 90 دقيقة، ماسكة الفريق وضيعت كتير والله بالامس، لكن رجع بالتعادل. ابراهيم زكي تصويبة لكن خارج الملعب، تصويبة كده بوش القدم من ابراهيم زكي لكن تعدي وتطلع خارج الملعب. ضربة مرمى الفريق اسماك التوبة. طه الحسيني يعني بيقول لزمايله كده اتحركوا لكن توصل عند شرف واقف لاعب يحط الكرة تحت رجل الباص وتصويبة. يا سلام يا شرف، والله تصويبة رائعة لكن والله صوت احلى من حارس المرمى، طلعها بطراطيف صوابعه ضربة ركنية من ناحية الشمال لكن تصويبة صاروخية. زعلينو هيلعب الركنية، يلعب على طول، كيف عايز يعمل ضربة خلفية، كيف والله كفافي عايز يعمل ضربة خلفية بزاوية لكن تعدي مرة تانية. سامع عزازي الزعلينو والله لقاها حارس المرمى في ايده، لكن تماس هجمتين كده لفريق اسماك التوبة. لكن هنا بقى شرف واقف على كورته بسبب التحرك حتى عند الزعلينو بالكعب، لكن محمد شوقي والله طلع خارج الملعب تماس. اعتقد في تغيير لاسماك التوبة، هينزل اللاعب علاء مامون ويطلع محمد شوقي. علاء مامون لاعب فريق بوريكا ولاعب فريق بريمبال، كان بيلعب بالامس ايضا مع فريق بريمبال هذا اللاعب علاء مامون، لكن ولا طلع محمد شرف ونزل علاء مامون، لاعب ايضا بيمتاز بالمهارة، لاعب عنده امكانيات، لاعب خطير، لكن توصل عند مرعي ناحية الشمال عايز يعدي لكن مخطوفة، يطلع كده والله اللاعب اسلام العزازي خارج الملعب تماس. كريم يوسف، كريم لسه اللقاء عايزين صوتنا يعلى، عايزين نشحن بطارية التعليق ونقول عندنا كتير عايزين نقوله، لكن لسه اللقاء مش مساعدنا توصل عند مين، عند علاء مامون، عند الزعلينو عايز يعدي وعدى مرة عالية، تصويبة يا سلام، تصويبة حلوة يا زعلان. بنرحب ايضا بالمقدم احمد
الخلاوي مأمور مركز الجمالية، والنقيب ايضا محمود حسين، وايضا الملازم اول حافظ عليه. طبعا بنرحب بكل هؤلاء اللي جم والله شرفونا النهارده وشاركونا هذا المهرجان الكبير، المهرجان الكروي تحت رعاية حزب مستقبل وطن الراعي الرسمي لهذه الدورة. بنرحب بكل الضيوف، بنرحب ايضا بكل الناس اللي جايين والله شاركونا النهارده في المهرجان الكروي الكبير. ايضا بنرحب بامانة المنزلة وامانة المطرية، طبعا امانة حزب مستقبل وطن المنزلة والمطرية طبعا اللي شرفونا وشاركونا هذا المهرجان. لكن نرجع للقاء مرة تانية. هنا بقى طه الحسيني، طه عايز يعدي، عدى مرة عالية، عدى طه الحسيني في وسط الملعب بسنة تحرك زمايله، يلعبوا عند زعلينه، ضغط هنا من الملعب، عدى زعلينه والتصويبة، لكن والله حارس المرمى طلع وقام والله بدور الليبر وطلع الكرة الى ضرب التماس من ناحية اليمين لفريق خطيرة، هجمات خطيرة لاسماك التوبة، ضيع فرص كتير اسماك التوبة. طبعا في قاعدة في كرة القدم بتقول من يضيع فعليه ان يستقبل، لكن اسماك التوبة بيضيع كتير. لسه زعلينه الكفاف وحطها يا سلام، حطها يا سلام، لكن كانت ايه ده، عايزه بوش القدم صاروخ يا راجل. هنا الكفاف لكن خارج الملعب. تماس اللقاء بدأ يحلو، اللقاء بدأ يبقى فيه متعة، بدأ يبقى فيه إثارة، بدأ يبقى فيه جدية ما بين الفرقتين داخل الملعب. لو شفنا هدف في هذا اللقاء هيولع المباراة نار يا حبيبي، نار داخل أرض الملعب، لكن يمسكها الحارس ويلعبها عند فتح الطيب. فتحي ضرب التماس او ضربة حرة تتلعب على طول، لكن مرعي يطلع. طبعا كل الشكر والتقدير لرجال الشرطة، رجال شرطة مركز الجمالية طبعا على المجهودات الكبيرة والله اللي باينة جدا لكل الناس داخل مركز الجمالية. بنرحب وبنشكر كل هؤلاء اللي جم والله النهارده علشان يشجعوا والله الرياضيين ويشجعوا هؤلاء الشباب وهؤلاء اللاعبين داخل الملعب. بدريد كل الشكر والتقدير طبعا لمأمور مركز الجمالية طبعا مقدم احمد الخلاوي، كل الشكر والتقدير طبعا للعقيد محمود حسن، النقيب محمود حسن، كل الشكر والتقدير للملازم اول كل الشكر والتقدير للملازم اول طبعا حافظ عليه. لكن كرة خطيرة كده من الزعلين، لكن شايفين الزعلين والله من ساعة ما نزل عامل خطورة، مشكل خطورة كده لدفاعات فريق الحديد. وهنا بقى فتح الطير بيرجعها بمهارة وبخبرة. تقول لي بمهارة بصدره، اقول لك مهارة من فتح الطير اللي هو رجع الكرة بصدره لحارس المرمى ابراهيم. يا سلام ابراهيم زكي، يا سلام فكرتها حلوة لكن التنفيذ بعدت يا ابراهيم يا زكي. الزعلينه بيلم كورته، واقف على كورته عند المار، عايز يعدي مع المرعي لكن وزع طه الحسين. يا سلام طه الحسين لو اتحرك هنا بقى علاء مامون يلعبها عند كيفه، الكفاف يلعب الطولية ولا ايه، عايز يوزع كده لكن عكس الاتجاه تطلع خارج الملعب. تمام ابراهيم يلعبها الطولية امامية عند كريم لكن من امامه. يا سلام يا سلام يا اسلام يا عزازي، والله في المكان والزمان يطلع خارج الملعب تماس. لكن حكم اللقاء بيقول تماس مرة اخرى لفريق اسماك التوبة ولا ايه. اسلام العزازي هيلعب التماس، اسلام طولية امامية لكن طويلة جدا على الكفاف ما يلحقش تطلع خارج الملعب. محمد شوقي يلعبها ناحية الشمال عند كريم. المباراة هديت بعد ما شفنا هجمتين ثلاثة سخنوا اللقاء، رجع المباراة هديت تاني على فترات بتسخن اللقاء وبتهدى، لكن الباقي اسلام يسيبها كده وياخد تماس يلعبها على طول عند طه الحسيني. طه وقف على كورته عايز يعدي في مكان خطير، اخر واحد في الملعب، لكن انا بقى مرعي خدها ابراهيم والهجمه المرتده الكتره والهدف الاول. هدف لسه بقول لحضراتكم في مكان خطير بيلم طه الحسيني لكن اتقطعت وخدها مرعي
يعني عنده كده يبقى 13 هدف مرعي وافضل لاعب. لكن قلت لحضراتكم من يضيع فعليه ان يستقبل. فريق اسماك التوبه بيضيع، والفرصه الوحيده الاكيده اللي جت لفريق الحديدي احرز منها الهدف الاول. واحد الحديدي لا شيء. فريق اسماك التوبه في هذا اللقاء لسه علاء مامون ما اشتغلش. توصل عند مين؟ عند طه الحسيني تصويبه لكن تخبط يرجع مره ثانيه للخلف. توصل عند مين؟ عند علاء مامون. عدى وعدى مره عاليه. علاء لو اشتغل هيشغل كل لاعبي اسماك التوبه داخل ارض الملعب. هنا بقى ابراهيم زكي يرجع عند الحارس بمبدا السلامه الى خارج الملعب. تماس من ناحيه اليمين لفريق اسماك التوبه المتاخر بهدف. علاء عند طه الحسيني. طه بيلعبها يا سلام في المكان الفاضي عند الكفافي. الكفافي عدى وعدى يلعبها عند علاء مامون وحطها يا راجل. علاء مامون لكن طلع على حارس المرمى وعمل بلوك وقفلها على علاء مامون. ضربه ركنيه. المباراه حلوه. شفت الهدف خلى اللقاء عمل ايه؟ هيولع اللقاء اكتر. الهدف اللي جابه اللاعب مرعي هيولع هذا اللقاء. هنا بقى العوجه يلعبها على هنا بقى محمد شوقي يسيبها لكن الحارس ايضا يعمل فنت كده او تهويشه وياخد ضربه مرمى يلعبها عند فتح الطير. فتح الطير طوليه اماميه لكن اسلام العزازي بلمسه واحده عند علاء مامون. علاء مامون عنده الامكانيات وعنده المهاره. يا سلام يا ولد. هنا بقى طه الحسيني. علاء مامون عدى يلعبها عند طه الحسيني مره ثانيه لكن ضربه تماس من ناحيه الشمال لفريق الحديد. ابراهيم زكي يلعبها عند كريم لمسه واحده عند المرعي خطير لكن عليت وطلعت خارج الملعب. خطير ولا هذا اللاعب. بقول لحضراتكم واخد الهداف وواخد افضل لاعب يعني لقبين في هذه البطوله. هنا الكفافي يلعبها عند طاير راح للخلف عند علاء مامون لكن خارج الملعب. تماس المرعي يلعبها ابراهيم زكي. استحواذ في وسط الملعب مره ثانيه عند الملعب. تحرك صح عند كريم وانفراد وطلع الحارس رقص كريم لكن استنى مره ثانيه. الهدف الثاني قلت لحضراتكم المرعي ده خطير. لاعب خطير. واسماك التوبه ضيع اكثر من هدف. حوالي 4 يضيعهم فريق اسماك التوبه في هذا اللقاء. لكن فريق الحديد بيسجل هدفين. الزعلينه بيلم وبيعدي لكن وقفت تحت رجله. خدها ابراهيم زكي. ابراهيم يرجع للخلف عند محمد شوقي. طلع اسلام العزازي يلعب فرود. رجع كريم البلس لكن وقع المرعي داخل ارض الملعب. نتمنى سلامة لكل لاعبينا داخل الملعب من الفريقين. بنرحب مرة اخرى بكل الضيوف اللي حضرونا النهارده داخل ملعب استاد مدريد ليشاركونا هذا الاحتفال او المهرجان الكروي الكبير وتشجيع الشباب على الرياضة. يعني نفسنا نشوف كل شباب الجمالية يهتم بالرياضة اكتر من اي شيء. لكن شايفين النهاردة تشجيع وحضور كبير من كل الناس. الشخصيات الكبيرة والشخصيات العامة والشخصيات الهامة والمهمة اللي شرفتنا النهاردة في هذا المهرجان لتشجيع الشباب وحثهم على الرياضة. لكن مرعي سلامات يا مرعي. بقول لحضراتكم كان لاعب في ناشئين الاسماعيلي